والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية قلنا سنتكلم حول القيامة، ولكن اليوم سنتكلم حول الحياة بعد الموت، من الموت إلى الحشر. علماء المسلمين يطلقون على هذا الوقت حياة البرزخ، من الموت إلى القيامة اسمه حياة البرزخ. سنتكلم عليه قليلا إن شاء الله. قالوا براية بسلمان ما قام يدي بحثا قيامته بكن، يعني إيمانا بآخرته حفتاكي ما قام يك دست بكامرني في درساخو أما جمرني حتى قيامته، حتى قامش قبري رادبن أف حياته هاني. الكتاب ما إسلامي دا دمك بحثا في زمان هاني تكنج في زمان راد بجن حياته برزخ. برزخ معنى حاجزة، معنى دواره كيه ج آخرته نكاره وره برا، يعني مر نكاره گیری ور او جاته گوتن برزخ حياته ويالي. يعني طبعا ابياشي تشتكي كم بعقله خو بخاين فهم بكننا خداج مره گوتيه چه امید کارم فهم بكن زيدي وي امج حياته پشت مرنه حتى قيامته وحتى جنته وجهنم تشتكي فهم ناكن. يعني مثلا يك ورج مره بيجا والله دا آخرته دا انسان نامرن عقله ما بیا قبول ناك، ولكن بلا خدای گوتيه ام بجن له خدای هر چیت کار بکه. چونکی دوی دنیای دا هرچی انسان هاتنا تفدمرن کسی نمرتنه چه وی انسان نمره عاقل بجا حیرا خدای گوتی از بشکل کی چه کوم نامرن ماجي قبول کرده بشکل هانه. اجا بحثا ويبكن. اولا بعض الناس يقول اذا مات الانسان انتهى كل شيء، روحه يذهب الى مكان من الاماكن، او حتى لو جاز التعبير ان يقول الروح كذلك يموت، لا يرى شيئا إلا حينما يحشر يوم القيامة يعود إليه الروح. بعض الناس هكذا يقولوا. طبعا لو سألتهم هل لديكم دليل تقول هذا الكلام؟ لا دليل عندهم، ولكن فقط تصورات عقلية. يقول لماذا الإنسان سيعذب إذا كان رجلا سيئا وهو لم يحاسب بعد يوم القيامة، أو إذا كان من أهل الجنة ولم يحاسبه الله عز وجل لماذا سيكافئه على أي شيء؟ بالعقل يقول نحن لا نقبل أي شيء بعد الموت، من الموت إلى الحشر لا شيء هناك. ولكن العلماء خصوصا الذين يعتمدون على القرآن وعلى السنة لهم رأي آخر، سنذكر الآن رأيهم. تشتكش ما رأيهم مهمة من بحثات شبكن تشتهي مرني قسمك يجي بسلمان هنا بواجي بسلمان مساكين وبيجنا مع الأسف قسمك مسلمان ما دبيجن جمرني حتى قيامته تشكيتنا. يعني اما رح وكا بيجا رح جيت مرات خاصنا ساكنه بيجن عيبتكم بيجن، يعني تدي بدن دمريا تخازن بيجن رح دمرا لي فديتكم بيجن رح دمرا لو رح تشتكي مرننا نعم نظام رح جيه دبي انسان بشتيكم مر حتى حشري ام جبري ام حتى برا ساكن جبري حتى براجي ام بيجن جبرا بشنا قيامته ادبي برا تشكيتنا. يعني نرح نتشتكي نبدن دبين تشتكي وساكنه تنتدي ام بيجن حياة قبري، عذاب قبري، نعمة قبري، خير قبري، أوانا تف قبول ناكن. دليل وان دليلك إيش قرآن تنا، دليل وانش حديث تشتكتنا. يعني دليل وان شب عقل إدبجة في إنسان يعني خده محكمة شيء نكريه، تشتك محكمة شيء نكريه، شما خده جزاء بدكي، جزاء شما بدكي. يعني ياجي أبي إنسان كو خده يبكى جنة حساب جنة خواستيه دفتر نخواستيه، أبي إنسان خير أو يبرة جنة يبرة، شما خده يبكى جنة يجيكي خوش بدكي، جبرا محكمة شيء ببه. يجد بيجن هناك إنسان هنا خراب زود أمرنا بيجن وقت حضرت آدم قابل وهابيل في كش دنيا قاتل أم بيجن كو قابل براي خكشت وحتى قيامته في إنسان أو قصي عذاب بكشنا يدبي قبول ناكن يا ظلمة. يعني بعقل هناك تشتاسر خده فرض كن دبي قبول ناكن أنا إنسان بمره قبراوي بدناوي رحيوي على قمة تشكيتنا شيء خبر ندن حتى قيامته تشكيتنا أبي قوتنا وان ما أبي أفهم كر، ولكن أبي دين بجن شيء أنا خبره وان بخيل نجا. ولكن الذين يثبتون الحياة بعد الموت أو نسبة أي حياة ما نحن لا ندري حقيقة الحياة بعد الموت، كل ما نعرفه بأن الله عز وجل يقول بعض الأحكام. منهم الله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الله عز وجل أسند الحياة إلى الذين يموتون في سبيله، قال لهم عندهم حياة.
والحياة الذي يقصده الله ليس حياة الآخرة. في الآخرة كلنا سنقوم، الكافر والمؤمن. لماذا شرف الله الشهيد؟ إذن هناك حياة بعد الموت، ولكن حياة نحن لا نعرف عنه شيئا. وكذلك كما ذكرنا في الجمعة الماضية قوم فرعون الله عز وجل يعذبهم صباحا ومساء. أي نوع من العذاب نحن لا ندري. النار يعرضون عليها كما يقول الله عز وجل غدوا وعشيا. وكذلك الناس حينما يموت الملائكة يبشرونهم بأن مستقبلهم جميل، وهناك من لا مستقبل لهم. لدينا أدلة نقلية من القرآن ومن السنة يثبت لنا حياة بعد الموت إلى الآخرة، ونحن صاحب هذا العقيدة إن شاء الله عز وجل. قالوا براي إجا واني كنت بجن حياة قبري هي عذاب ياجي كيف خوشي، عذاب وزانة ليدان، نعيم يعني كيف خوشي، نعمت جيرته وت النعمت. أبي كنت بجن دبي حيرة والله دليل ما قرآن وسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. خدا چه گوتي عز وجل، پیغمبر چه گوتي، امويد بجن خدا قرآن دا دبي جمرنه حتى قيامت جي حياتك هي. فقط او حياة شي اموين زانن. مصيبت بان براي ما يعوج ابد بجا يكاش مره بجا حياته وچوايه. دبي امي انا هر قبره يكي بكل مثلا فلان كاس كيو امر هر قبره يبكل بيه بخشي جنت يا بيه نوالك جهنمي. ذي عقله هانه وساكنوت قد بي چوا چه دبي اميش بجن حيره تشتكي كم جي فهمنا كان علاقه ما جتنا حدود خداش مره قلت چه مي قبول كن خدا بجا از تشتكي بينم بيشيوان اف تشتي يعني كيف خوشيه نه كيف خوشيه خدا تزانه. دليل كادن يجي عالمه كو حياة قبره دا قبول تكن دبي دحب انسان كلاك هفت كبن خو قالك جارات دي ميروجن بهبره ان دكان بج ميروجن كبن خو جهاد ياك او شف خوكي خريب وعجب دينه يا تشا جنته يا تشا جهنم يا مريا يا لقسنا يا زنقيه تشتكي خود دينه وتبع خود دينه يعني خد جوارازي قجنا وفي خوا وحيس كريه يعني جار هي مرد خوا خدا تشتي سريوي جن كلاك يا جانا جن خوا خدا شيء غريب وعجيب دينه ظلام هاي وجتنا سر سبيرات بد به عزرائيل هات كرا رح مثلا الكبوي هذا من چزانه بني رح ام هردو في دنيا هانه دانه جهاد ياك خويد دينه ياك نادينه ام فيها قبول تكن رح كيديت يا ايفي انسان بكبا قبر خوش جهاد سري ام چزانه لسري ام بجن حيره مساله قبره مساله کی عقل ما پرجه فهمنا که ام تسلیم قدر خدا و فرمان خدا و قانون خدا دبن حدود متنه دلیل ما یکجی خدا عز وجل قال شهیدات که دبیجه قالوا بسلمانا دبي اوان انسان کو آیت پیروزه قواعد عربیه ایخوان دبي وان انسان قدره خدا دا شهید کتنه جوارا نبجن مري او ساخن الجام خدانا خدا رزق دوان ولكن هو نزانن لا تشعرون خدا دبيجه يعني ون ادراك ناكن وفعل ناكن ساخه چوا ساخه چزان چوا ساخه له خدا بوته ساخه خدا ساخبون آخرت را نابجه دا آخرت دا شهید جی ساخن کافر جی ساخن خدا جویرا نابجه اگر کو وان شهید خدا قصای پی آخرت بنا تشرفک آخرت تنه شهید ساخ به کافر جی ساخ دا ابو جهل جی ساخ به ولكن خدا جی شهید که بی دنیا دا هاتنه کشتن ریا خدا داد بجه او پشت مرنا که دنیا دا مرن شهید کتن او جام خدا ساخن کیف اوانه نعمت خدا دوان رزقه کی خوش دوان ایش حدیث شرح و یاد کن دبي رح حيوان تكبس سنجي طيرات جنات داشقات شنو تاني شو كنا بيجي نزان بيجي نزان ولكن حديث وهاد بيجي لو رام نمرنا حتى نمرم شوف عم تكون في داري شو سرفي دار هاني او كنو كير شو خوار شوف اخر من نزان ولكن تشتكي خوشه يعني. وهناك ادله اخرى من الاحاديث النبويه ومعظم هذه الادله مثلا الله عز وجل يقول ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعض العلماء أو كثير منهم يقول قول الثابت هو جواب الإنسان في القبر حينما يسأله الملائكة في الدنيا لغاية ما يموت وبعد ما يموت كذلك. في الدنيا يبقى على القول الحق على الدفاع الصحيح على العقيدة الصحيحة وحينما يموت ويأتيه الملكان ويسألان من ربك وما دينك وما نبيك يرد عليهم ردا صحيح. هذا يثبت الله. وكذلك هناك أحاديث نبوية كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اللهم إنا أعوذ بك من القبر أو من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أحاديث كثيرة الرسول يقول اللهم احفظنا من عذاب القبر كان يقول هكذا. وكذلك حينما
الإنسان يموت إن كان صالحا يفتح الله له شباك أو نافذة من الجنة، وإذا كان رجلا سيئا يرى مقعده من النار، فنعوذ بالله من أهل النار. حديث آيات برنك خدا عز وجل بحث آخرته، أنا بحث حسابتك بشتي مرني، يعني بيجن باشتاوي حياته بشتي مرنتك. مثلا یک جوان آیات خدا سورة إبراهيم آیات 27 بجه خدا دبه وان کسی که ایمان آنینه از جواب وان ددم وان سره حق سکرن جواب آخیا راست دن. ایجا عالم دبیجن اویا معرای چی دبه لدنیای خودی ایمان راستن گوتنا راست خبر ددن تشتی حق دبیجن حتی که دمرنج ده قبر وان دا ملائکتین دبه سلام علیکم من بيجن عليكم مثلا وكا كرمان جانب كردي ام بيجن كرو خداي تكيه دبي والله خداي من الله عز وجل پیغمبر تکیه به پیغمبر من ام بيجن محمد صلى الله عليه وسلم دين تکیه به دين من اسلام ده قبره ده سحب سوال بتنكرن رب تکیه دين تکیه پیغمبر تکیه زيدا نابجن ها تلميش كر تروجي كر شو حاجه شو عمره تنظام تزيه كر او تنوان هر تبتننه دينته پیغمبرته او که خدای تکیه کتاب داوود مینه يعني مثلا بجه پیغمبری حضرت ابراهیم کتابای چیه او نبینه يعني اوان هر سؤال هانه ابياجي اوان جواب هانه جي نقول برا والله من حفظ كر خدای رب منه و پیغمبر فلان کس ابننه في انسان تشخال في دنيا جبر كر بزانه بجوات عملتنا بدمره تفكش بيرات چه يعني نكاره بيجه حتى دبي انسان خراب بيجه او كنوت كمزمزيت كنا وكردي بمزامز نظام چه دبي كانوا يقولوا نظام چه يقولوا تنه قالت بيجي اقولوا قالت بيجي اد بيجم كنت انا اقول اد بيجم خدايم فلان كس ولا قلت فلان كس تنه وتقول خنيك يجي خدا عز وجل ايمانك بقوه بك نسيب ما ان شاء الله. طبعا الاسئله في القبر او 3 اسئله هذا الجواب مختصر والسؤال كذلك مختصر. الذي يستطيع أن يجيب الملائكة على هذه الأسئلة فالله عز وجل يهيئ له جوا مرتاحا إلى الحشر، فهذا مقدمة الحساب في الآخرة. والذي يكون عذابه أو يكون دفتره أو يكون حسابه ثقيلا لا يستطيع أن يرد كالذي يقوم بعمل جريمة من الجرائم والشرطة يقبضون عليه وهو في المخفر ينتظر العذاب، هذا ألم نفسي يكفيه. بعض العلماء هكذا يحاولوا أن يفهموا لنا حقيقة القبر. واحد ينام يرى رؤيا والذي بجنبه لا يشعر بشيء، هذا هو يعني هناك أمور نحن لا نستطيع أن نفهم حقيقته فنترك الأمر لله عز وجل، وما علينا إلا أن نؤمن بالله وما أرسل إلينا نقر به. اوان انسانك ما قو عذاب قبره تشتاج انكار تكن يا جيفان تشتهاني عالم وهاد بيجن بحيره قالوا انسان ما بحث خوي كر تشكي ديج بيجن حيره انسانك كي خوازه هر جم سلطانك سلطان زانه چنه بكردي پادشاهكي پادشاه خوازه هديه كي بدكي دم وقتار حضور پاشات يعني خودش ترازيل تدخن تشكي خراب ترات بيجن پادشاه گوتي هرم فلان کس بينن جمن پادشاه تناست که سلطان تناست که اوه تن تدبنجی پاکش تنه خوشک تنه جلوی پاکش پلیس ناینه عسکر ناینه مامور واکنو پاکش جلوی ما خوشک خوشکای تن تدبن دبه دکال فرارونی چای کی آوه کی وقت و حتی همچون حضور سلطان هدیه داده من سلطان هدیه ندای کی ها افجوند نهانه بشکل کی خوش احترامک خوش رونشتنه کی آوه کی قهوه کی چای کی ور حاصل تشتکی ددنه کی افتکا حتی وقت حضور سلطان دبه هاش تر هدیه اوان اهل ایمان اوی که دمرن هیچ نچونه جنته آدوی حیاتانه دا پشته که دمرن جی کی خوش گلو گلستان بخشات دیرن او از هرم ورا نوزا چقدر جی کی خوشه یعنی وقت مالکی سندیه لیتا هیچ ای ماله ندیتا فوتراف ماله دسته دانه او مالتا سالونه اوقای ودای اوقای بالکونه اوای یا تا عربه کیش خورا سندیه فوترافی دسته دانه اوه عربا من مرسدس نظام عربا من چیه ششفتیزن و نظام چنه و حاصله کلام قلیمه هیا و دفره تشتی تندیتی هیجا بس تماشت کی عذاب حیات قبره جی اوی اهل ایمان بن اوقا خوشه ایجا انسان خراب اوی عذاب قبره وکا شخص کیم بجن ظالمه جریمه کریه ملت کشتیه و پولیس هاتوی گرد پشت 10 ساله راوی قرقای گرتن برن خودش ترازی پولیس را بجن چی؟ سرچعوه راتی صاد بجن
ويدبند كن جيه كي ام بيجن قرا قول مغفر جي حبس خانه يعني وحتى حسابي جت خوازن تدا قيره ملت دغري الواند خد هجا لناقص نها لناقص نكي قيره يبص جرا يعني في شكل يعني عذابك دنا زرابيت ختم كرديت بن زراب يعني زراب ختم وخ هر جاره جانا به بانداج قید کن باند هازانی لیخسن تنه وقال طيبه کی داتین سر دنگ تی ود بیا وار مکشت نهای های ابیا بری کار ترسایت کبیکی عذاب قبر نعمتی تشکی و کاوی جوان کان فهم کن لذا خواز مجرب عالمی اوه حياتك سر إيمان بك نسيب مه وأمرنجي قبر ما بخشكش بخش جنة إن شاء الله وبيغمبرجي صلى الله عليه وسلم قد بيروانا كن هردم دعاء كتكر يا ربي دقوتج عذاب قبر ما بباريسي يعني بيغمبر تشتكي فاضا نابجة بالدهاب صدا حديث هنا لما كي تشتكيها يجي عذاب قبرك أم بيجم لازم كأغير مرفات كذا أو ننا دبي فلان كاس شوت يا براقب شوته قي خدي قوته ويتنا عذاب بدا انسان درانه كيبتني دران جانا درانه بقيشي انا یک درانه واندش درانه كيبتني پشکی دیشه جان تتف دیشه بلکه قبر مده پرچه کیبچوک خدي ایشه ته خلوه او بتنج مرا بس يعني هيك انسان نگي وانتنا نلو تننا ملي وانتنا ايه ما عذاب دکشینه بلکه ام بمرن خدا ما محافظه بك اگر کو جزا خدي بدنا او قسك جان مدله او تشتهانه ايش هم تفت كبلوه يعني وكا ايش درانك ياش درزيك الجانة تتكبه شو تسريته خدا متبع محافظة بك هدايتك نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حياتنا على الإيمان وموتنا على الإيمان وأن يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.